ليه في لعيبه دايما بنقول عليهم ان دول بيلعبوا لعبه ناشئين؟ انا يوسف التهامي العميد. كل مرحله عمريه بيبقى ليها متطلبات لازم تبقى عارفها عشان تبقى لعيب كوره محترف، وانت صغير ما بتبقاش مطالب بحاجه، هما بس بيبصوا عليك وبيشوفوا لو عندك بدايات اللعبه ولا لا، ومن هنا بيكتشفوا المواهب الصغيره وبيهتموا بيها. بتكبر شويه بيهتموا ان هم يطوروا مهاراتك بالكوره، بعدها بيشتغلوا على اللياقه وبيهتموا باساسيات كره القدم اللي معظم اللعيبه عندنا دلوقتي بتفتقدها، زي انك تستلم وتسلم، تتحرك من غير كوره، تنمي رؤيتك للملعب، وكل ده عشان يأهلوك انك تبقى لعيب درجه اولى بروفيشنال. ودي بقى بتتطلب منك كذا حاجه، لياقه ومهاره والتزام وعقليه، وحط خط تحت العقليه. الطبيعي في اي حته في العالم اللعيب الفلته اللي بيبقى متصعد من الناشئين للفيرست تيم بيبقى عنده حوالي 17 او 18 سنه، ده الفلته. غير عندنا هنا احنا بنعتبر اللعيب اللي عنده 24 سنه لسه ناشئ. اللعيب اللي لسه صاعد ده بينضم للفريق الاول عشان كان احسن واحد في فرقته، وبيبقى ظاهر كويس جدا وسط لعيبه الفرقه الثانيه. لو هنتكلم على مصر هنا بنسميه دوري المناطق. يعني مثلا لو هو مدافع هتلاقيه بيخش على اي حد يقطع منه الكوره ومفيش حد بيعدي منه، ولو هو مهاجم هتلاقيه مسك الكوره وبيرقص الاول والثاني والثالث والرابع وبيروح يحط جون بنفسه، فبيبقى نجم الفرقه. اللعيبه دي طبيعي يكون محطوط عليهم العين، ومستواهم في فرق الناشئين اهلهم ان هم يتصعدوا للفريق الاول اللي هو اوريدي بيبقى فيهم نجوم واكتر خبره عنه. فلازم اللعيب الناشئ ده اللي لسه متصعد يواكب المجموعه اللي هو بقى فيها ويتخلى عن فكره اصل انا وانا في سني كنت نجم الفرقه وبرقص اي حد يقف قدامي. طب ما انت دلوقتي بتلعب في مرحله سنيه مختلفه بمهارات مختلفه وعقليات كمان مختلفه، فلازم تتكيف على اسلوب اللعب وتعرف هو بيتطلب ايه. للاسف لعيبه كتير جدا بتقع في المشكله دي، وياما سمعنا عن مواهب كتير قوي هنا وخصوصا في مصر يقول لك الموهبه دي هتطلع تكسر الدنيا، وللاسف معظمهم ما كملوش بسبب مشكله العقليه اللي احنا حطينا تحتيها خط في اول الفيديو. في مشاكل كتير جدا بتواجه اللعيب الناشئ اللي متصعد لسه للفريق الاول. اللعيب ده بيبقى واخد وضعه وسط الفريق بتاعه عشان بيبقى نجم الفرقه. احنا قلنا في اول الفيديو يا اما لو هو مدافع بيخش ياخد الكره من اي حد، ولو مهاجم بيرقص الفرقه كلها ويروح يجيب جول. بس اما بيطلعوا درجه اولى بيحسوا ان هم مش واخدين نفس الاهتمام اللي كانوا بياخدوه تحت في الناشئين، فبيقول لك انا عايز امشي او انا مش مبسوط، وكل ده عشان عايز يطبق طريقه لعبه دي في فريق تاني، فللاسف بيفضل برضه في نفس المكان. فعشان تاخد نفس الاهتمام اللي انت كنت بتاخده تحت في الناشئين لازم تعرف انك لما تتصعد انك هتبتدي تثبت نفسك للناس من الاول خالص كانهم ما يعرفكش، وان دي مرحله الجد اللي لازم تعرف فيها ان الكوره مش بس مهاره ولياقه، دي اهم حاجه فيها العقليه اللي تقدر تنقلك من مرحله لعيب ناشئ للعيب درجه اولى محترف. ما احنا ياما شفنا ناس كتير ربنا مديهم المهاره بس مش مديهم العقليه فما وصلوش لحته، وياما شفنا ناس وصلت بسبب العقليه اللي عندهم. فشغل بقى انك تمسك الكوره وتقعد تسقي فيها وتقرفنا معاك ده ما بياكلش عيش. قولوا لي تحت في الكومنتات مين اللعيب اللي موجود في الدوري المصري وبتشوفوا ان هو بيلعب لعب ناشئين بس.